يدخل حياتك شخص يقولك كل حاجة حلوة ويديكي باور جامد ويقولك حاجات انت ما تبقيش شايفاها في نفسك اصلا، لدرجة انك تدخلي في مرحلة اندهاش. ازاي؟ هو في حد شايفني كده؟ هو انا فعلا كده؟ ويديكي باور عالي جدا، بس في نفس الوقت تدخلي في حالة خوف، ان انت ازاي البني ادم ده مين وشايفني ازاي. يبتدي مرحلة الاهتمام ال 24 قيراط في ال 24 قيراط، مسجات واتساب وفيسبوك واتصال ورسايل 24 ساعة في ال 24 ساعة، ما بيخليكيش تتنفسي غير وهو موجود. تبتدي انت تدخلي من مرحلة القلق لمرحلة الاطمئنان والادمان، فتدمني ان هو موجود في حياتك بالطريقة دي. يبتدي هو ينسحب واحدة واحدة ويقلل مكالماته ويقلل اهتمامه. تبتدي انت تنبهيه، هو انت في ايه جرالك؟ يقول لك اصل انا ظهر لي مشاكل ماما ومشاكل بابا ومشاكل اخواتي ومشاكل عيال اخواتي ومشاكل عم محمد جارنا اللي هم اساسا موجودين في حياته. ويبتدي ينسحب واحده واحده لغايه لما تحسي انت من جواكي ان انت مش قادره تعيشي، وهو تيجي مرحله الانكسار، وفي الاخر تلاقيه مش موجود معاكي، يقول لك كل شيء اسمه ونصيب. تبتدي انت تدخلي في مرحله الادمان اللي انت بتحاولي تتخلصي منها، واول ما تحسي ان انت اتخلصتي هوب تيجي رساله عامله ايه وحشتيني، يا رب تكوني بخير. لو جاتلك الرساله دي انت قدامك حل من الاتنين، يا ترجعي تاني للادمان والمره دي مش هيقوملك قومه، يا اما اجري يا مجدي. عارفين اجري يا مجدي دي؟ لان هو مش راجع عشان خاطر الحب، هو راجع عشان عايز يطمن ان هو موجود بنفس الطريقه اللي كان موجود بيها. في ناس مريضه يا جماعه، في ناس مريضه ما بتقدرش تتخيل ان هي مش بترحب بيها. في ناس عايزه تفضل طول حياتها تشوف انا ومن بعد الطوفان حتى لو اللي قدامي هيموت. في ناس مش رحيمه، في ناس ما بتراعيش ربنا، في ناس عايزه تحس بس من كتر نقصها بتكمل النقص بتاعها باذى غيرها، وفي الاخر تقول لك انا بخاف ربنا. لو بتخاف ربنا هتخاف ربنا من البدايه. نصيحه لوجه الله للبنت وللولد، ما تدخلوش حياه حد وتفضلوا تخلوه يدمنكوا، وانتوا في الاخر هتخلوه يدخل في انتكاسه ما يطلعش منها غير لما ربنا يريد. في ناس يا جماعه بتموت من وجع القلب. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من قسوة القلوب ومن القهرة ومن الحزن، ويعافيكم من النقص اللي ما بتكملهوش غير بأذية غيركم.